دلوقتي مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع منى. اتفضلي يا منى. شكرا لك هدير. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا. جاء ذلك في إطار دعم القيادة السياسية لكل من دمشق وأنقرة جراء الزلزال المدمر الذي أسفر عن آلاف الضحايا. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا، مؤكدا تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة. من جانبه قدم الرئيس التركي الشكر للرئيس السيسي على هذه المشاعر الطيبة، مشيرا إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب خلاله عن تعازي مصر في ضحايا الزلزال المدمر والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، مشيرا إلى توجيهاته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا. من جانبه أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين. وجهت الحكومة السورية الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا، موضحة أن الشعب السوري لا ينسى أبدا كل من يقدم له يد العون، خصوصا في هذه الظروف التي تعيشها سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضربها. جاء ذلك في تصريحات لوزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف في مطار دمشق الدولي، عقب استقبال المطار 3 طائرات مصرية محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية ومواد طبية وخيام لمساعدة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا. أعلنت 3 دول أوروبية أنها سترسل خلال الشهور المقبلة 100 دبابة ثقيلة إلى كييف لمساعدة جيشها في صد القوات الروسية التي أكدت أن هجومها في شرق أوكرانيا يجرى بنجاح. يأتي هذا الإعلان تزامنا مع زيارة غير معلنة هي الأولى لوزير الدفاع الألماني إلى كييف منذ تعيينه في يناير، كما يأتي في وقت يحض فيه القادة الأوكرانيون حلفائهم الغربيين على تسريع تسليم دبابات ثقيلة. أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما قدمته إدارته خلال العامين الماضيين، مؤكدا أنها استطاعت توفير 12 مليون وظيفة جديدة. وخلال خطاب حالة الاتحاد السنوي الثاني له رئيسا للولايات المتحدة، وصف بايدن تاريخ بلاده بأنه يمثل قصة تقدم والصمود وعدم الاستسلام، مضيفا أن الولايات المتحدة استطاعت النجاة من كل أزمة عصفت بها خلال السنوات الماضية وخرجت منها أقوى مما كانت عليه. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تعهد بايدن بدعم بلاده لأوكرانيا مهما استغرق الأمر، وذلك لمساعدتها على صد العملية العسكرية الروسية على أراضيها. وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بيع راجمات صواريخ من طراز هايمارس إلى بولندا في صفقة بقيمة 10 مليارات دولار. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم اختيار الكونغرس الأمريكي بالبيع المحتمل لنظام هايمارس إلى بولندا، وذلك وفقا لاخطار من وزارة الخارجية الأمريكية. جاء في الاخطار أن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة،
من خلال تحسين أمن حليف في الناتو، وهو ما يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا. قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئة لفريق الهلال السعودي بفوزه على فلامينغو البرازيلي وصعوده لنهائي كأس العالم للأندية. كما قدمت الشركة المتحدة التهنئة للشعب السعودي الشقيق وجماهير الكرة العربية بهذا الإنجاز. هذا وكان الهلال السعودي تغلب على فلامينغو البرازيلي ب3 أهداف مقابل هدفين في مباراة نصف نهائي البطولة. وختاما، يلتقي فريق الأهلي ريال مدريد الإسباني 9 مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية. كان الأهلي تأهل إلى دور النصف النهائي من البطولة عقب الفوز على أوكلاند سيتي في الدور الأول بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود ويحقق انتصارا صعبا أمام سياتل الأمريكي بهدف سجله محمد مجدي أفشة. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.